احنا بقينا جيل بيلون خوفه، بنهرب من المواجهة ونسمي ده عقل، وبنقفل الباب في وش أي حد بيقرب ونقول عليه سلام نفسي. دلوقتي لما تيجي تسأل حد هو انتوا ايه، يجاوبك بنخرج أو بنتعرف، أو الكلمة اللي مريحة لكل اليومين دول situationship، علاقة ملهاش ملامح، ملهاش وعود، وعشان كده المفروض إن ملهاش وجع. بس الحقيقة إن الوجع في اللاشيء بيبقى ألعن بكتير، عشان لما بتخلص ما بيبقاش ليك حتى حق إنك تنهار، فبتكتم وجعك جواك وتطفي بالبطيء. احنا بنخاف من المشاوير الطويلة، بنخاف نحط مجهود ووقت ومشاعر، وفي الآخر نلاقي نفسنا رجعنا قفانا بيأمر عيش وإيدينا فاضية، كأننا دخلنا سباق وموصلناش لخط النهاية. فبنقرر إننا ما نجريش أصلا عشان نضمن إننا ما نخسرش. بس انت عارف إن القعدة دي هي في الحقيقة أكبر خسارة، وهنا بقى بتبان الحقيقة. انت مش فاضي، وانتي مش وراكي شغل ومستقبلك أهم، مش هو ده السبب. الحقيقة إننا مرعوبين من لحظة الانكشاف، خايفين إن حد يشوف النسخة اللي انت مش حاببها في نفسك، النسخة الضعيفة اللي ما فيهاش فلاتر، فبتستخبى ورا الحجج عشان خايف لو حد قرب بزيادة يلمس الوجع اللي فيك فيمشي. بقينا بنحسبها بالورقة والقلم، يا ترى الشخص ده يستاهل أوجع دماغي عشانه؟ بس الحقيقة اللي بتخبيها عن نفسك هي إنك خايف يكون الشخص ده صح، فتضطر تتعالج، تضطر تواجه شياطينك وتخرج من سجن الوحدة اللي انت بنيته حوالين نفسك وبقيت مأمن له. الخوف من الارتباط مش هروب من المسؤولية، ده رعب من انك تتساب وانت فاتح قلبك على البحر. فبتعمل ايه؟ بتخربها بإيدك أول ما الدنيا تزهزه، تختلق خناقة تختفي فجأة، تضرب ضرب استباقية وتكسر اللي قدامك قبل ما يلحق يكسرك، بتقتل الحكاية وهي لسه بتنطق عشان تفضل انت الضحية اللي الدنيا جاية عليه، مش الجاني اللي خاف يحاول. بقينا بنشوف ان الاستغناء صياعة، وان اللي بيحب اقل هو اللي مسيطر. بس قولي، بتعمل ايه بالسيطرة دي وانت نايم بالليل وسقف اوضتك شاهد انك ميت من الوحدة؟ الواقع ان العلاقات بتهد الحيل، بس الهد اللي بيبني مش اللي بيخرب. والدنيا محتاجة شجاعة عشان تطمن لحد، وتجازف بقلبك عشان تعيش بجد، مش عشان تحفظه في فريزر. الحب اللي بجد مش استهلاك للمشاعر، الحب استثمار. ولو فضلنا خايفين من الوجع هنعيش ونموت وإحنا زي ما احنا، بس الحقيقة إننا ميتين من جوه. في جملة بتقول إحنا مش بنخاف من الحب، إحنا بنخاف من الشخص اللي ما بيعرفش يحب. يا ترى أنت اللي خايف تلتزم بجد، ولا أنت خايف تطلع مش كفاية في عين اللي بتحبه؟